وبالمجتمع وبالعالم. ما بيجي هناك خوف، ما بيجي هناك قتلة، ما بيجي هناك اي حاجه ان شاء الله. خذوا الحكمه من افواه المجاني. هذا الذي واقف امامكم ان شاء الله. ان شاء الله بيصلح اليمن تصليحه عامه، بس اجمع المجاني كلهم، كل واحد معه حاجه داخل هذا اليمن مدفونه طبعا، مدفونه. وان شاء الله بالله يعني هذه الشهرين بتكون فعاليات حق الرئاسه، فعليكم ان تنتخبوني كرئيس جمهوريه. وانا ان شاء الله اوعدكم من هذا المكان الذي وقف عليه السلال، وقف عليه الحمدي، اقسم بالله العظيم لا اصلح اليمن وابعد المشاكل والفساد وابنيها تنميه جامعه احسن من ذلك. يا باص الحياة يا زيد المعاشات الذي بحشوه 30,000 اضيف له 200 دولار في الشهر. عشان يوصل كل يوم يروح بأربعة قد صوت. عشان على كل يقول ينتبه للوطن وهو سهران، عيونهم سهران. ماشي يقولوا جيشنا يا جيشنا جيشنا يا ذا العمل. هم هذولا الذين حرروا البلاد والعباد يعني وانتبهوا لها، هذا الجيش. لكن عندما احنا نشوف النهب والسرقة والضلالة والقتلى، لماذا نشوف احنا اخواننا يقتلوا في داخل سعده وفي داخل خلاص ما قلت هذا ما دام قلتوا انا اقول لك واحنا نتبعهم وقلوبنا تتألم. ليش ما نفعل هذه ونهرب هذه المشاكل؟ صح ولا لا صح؟ صح. اقسم لكم بالله العظيم لو انتم هذا الصوت حقكم يعلنوه ويستريحوا ويستريحوا ان انتم توقفوا كل المشاكل. حياك يا ابو اصيل حياك. الجنوبيه الجنوبيه يريدون الانفصال. المشايخ لو سمحت يريدون الانفصال. احنا اخوه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا النبي قال حب لاخيك كما تحب نفسك. لكن عندما تكون المنشورات هذه الضحكيه والخياليه الذي يرسلها عليه السلام هربوا الانفصاليين، هربوا الاستعمار، هربوا، هذه تجعل لاصحاب الجنوب الاستقبال يعني والحرب والدمار لاجل هذا الدمار الذي نشوفه كل يوم في التلفزيون في الاذاعات في كل مكان. ايها الاخوه انتخبوا ابو اصيل يا ابو اصيل طياره الرجال مكانه. يلا قولوا معي كلمة واحدة عازم سمعهم لا داخل العصا. قولوا معي. الشعب ما يريد ابو اصيل. الشعب ما يريد ابو اصيل. الشعب ما يريد ابو اصيل. قسما بالله لا بريدكم كل حاجة. هذا الصميل هو علاقته لمن اعتدى عليك فاعتدي عليه مثل ما اعتدى عليك. صدق الله العظيم. انا ما اعتديش على واحد الا لما يعتدي علي. العين بالعين والسن بالسن والجراح قصاصه والباقي اظلم. يا اخواني افهموا، انتم عقولكم تجيبوني وتقولوا هذا مجنون. لا، يمكن هذا المجنون حيصلح الوضع في اليمن احسن من دولة كلفوه. جايز والله اقسم لكم بالله العظيم ما اكذب عليكم، لانني انا ثبت بالوطن وشفت الوطن وشفت يعني ظروفها واخبارها وكل شيء. يمكن انا لي شعب في الدولة وفي الرئاسة احسن من دولة. اعتبر المجانين هذا كلهم سمعتوا؟ فطبعا انا بشيل المجانين اول ما افعلها. ايوه اول ما افعلها. ايوه اترك اسمه هذا الرئاسة لكل المساكين والضعفاء والذين يرحمون الله على ذلك، وادعمهم بالامن وادعمهم بالامن ويدوقوا على البلاد بالامن والاستقرار والتحسن وكل شيء. واقسمكم بالله ما اكذب عليكم، انتخبوا ابو اصيل رمزي الجمل 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 الجمل. صدقوا ايها المواطنين والمواطنات. الاخ احمد علي احمد إذا اقترح معقولاتك، هذا الذي في اسمه مجلس النواب لما يكونوا يقولوا هكذا، الاخ احمد اقترح معقولاتك ويرجموها للشارع. فهم قالين ما قالت ما قولوا صح، لكن الانسان الذي يفهم ما وضعه في اليمن، ما وضعه احنا ولدنا من اليمن وعرفنا في اليمن. ارجوكم 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 ان تتابعونا في الحلقة القادمة وقت الترشيح. ارجوكم تنتخبوني كرئيس الجمهورية جديدا جديدا جديدا
وانا اوعدكم وعد من 2014 عام 14 اوعدكم وعد اننا شعب الجهدي علشان اليمن واسكب دمائي لاجل اليمن. الشعب يريد ابو اصيل، الشعب يريد ابو اصيل. اشكركم يا ايها الاخوه، والله العظيم انا مكفين على ذلك، لا تستهزئوا فيه، لانه قال الله تعالى في القران الكريم لا تسخروا من قوم حتى يكونوا خيرا منكم. نعم اليوم ما صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله هذا الاسلوب صدم. الرجال جالس في الميكروفون ما جمع حشره وانا جمع. كيف مقلول ويقول